يا جدعان، انا مش عارف. احنا من امبارح كلنا بندور على اخوان الفينا، فاذا كان كوكا ولا ديانج ولا مروان. ما تطلعوا الراجل يا جدعان، ما تطلعوا الراجل. هو ينفع كده هتضربونا الساعه عشان خاطر ماتش كوره؟ تبوظوا الساعه ومضيعين الراجل. وامبارح كل الناس طالعه بتدور في جيوب البناطيل وجيوب التيشيرتات وفي إيه يا جدعان؟ ما تطلعوا الراجل ده سياحه يا جدعان. الراجل برازيلي، مش الراجل كان عامل لنا الرعب. الراجل ده ميسي، ده قد زيزو 15 مره. فين يا جدعان الراجل؟ ما تطلعوا راجل وهينفع بالشكل ده. وبعدين ايه اللي الاهلي بيعمله ده؟ انا راجل اهلاوي مش موافق على اللي الاهلي بيعمله ده، ورافض اللي الاهلي بيعمله ده. هو انت كل شويه هتدي الناس الامل وتفضلوا يا جماعه وشموا ريحه الدوري، واول ما الناس تبدا تشم ريحه الدوري وها تاخد الحلم منهم بسرعه كده؟ طب بالله عليك ده كلام؟ طب ده يرضيكم انتوا؟ طب قبل اي حاجه بمناسبه فوز الاهلي بقى، اي حد هيعدي عليه الفيديو ده يحط لنا تعليق ويحط لنا لايك على الفيديو. اهم حاجه اللايكات. بس يا جدعان مناشده لكل من هو في النادي الاهلي، مسؤول واداري ولاعبين وجمهور: طلعوا اخواني 2000 وطلعوا عبد الله، طلعوا يا جدعان. لعيبه الزمالك راحت فين؟ احنا رايحين نلعب قمه ونلعب قمه الدوري، اروح العب لوحدي؟ طب ده كلام؟ طب ده يرضي حد؟ بالله عليكم ده يرضي حد؟ انا عايز ده منكم، ده يرضي حد؟ اروح العب قمه الدوري المصري اهلي والزمالك، اروح على الاهلي الاقي الاهلي بيلعب لوحده؟ تدوا للناس الامل وتفرحوهم وترجعوا تبكوهم زي كل مره، زي كل فيلم، زي كل سيناريو. هو ايه ده؟ مش مبدأ. لا مش مبدأ، وده حرام. وده حرام وما ينفعش كده. والاخر يطلع ابراهيم فاهم امبارح يقول لك الخيل تعلم والفوارس انني شيخ الحروب وكهلها وفتاها. بالله عليك، طب الناس التانية دي تعمل ايه؟ وجمهور الغلابه دول يعملوا ايه؟ مش مبدأ. وهي حسين ده؟ يا حسين، حسين ناس ده حسين نزل لكم ربع ساعه، ربع ساعه نزل يا حسين. الراجل نزل بس الشكار قال لك تعالى يا ابني. ايه ده؟ انتوا احنا خسرانين لك الكلام ده؟ ما ينفعش. جمهورنا اروح زعلان؟ جمهورنا يعول علينا في ماتش كبير كالعاده كالعاده كالعاده، ولا المره مليون كالعاده، واروحوا زعلان؟ لا ما ينفعش الكلام ده. خد يا ابني تعادل، خد يا ابني ضربه جزاء. عمر كمال انت مستخبي. عمر يا كمال انت مستخبي. انا مش هتكلم بس انا شايفك. انا شايفك. انا شايفك يا عمر يا كمال اللي مستخبي بالهدف الثالث انت ضيعته. انا شايفك. بس مش هتكلم، مش هقول عليه، مش هقول انت فين. عزيزو يلا يا زعيم، هتعورنا يا زعيم. شويه شويه. فين الراجل اللي كان عامل الدرديري بيقول لك ايه؟ هنكسب سكور. جمال عبد الحميد قال لك هنكسب، ما فيهاش كلام. انا شايف لا سكور ولا شيء، وشايف فيها كلام كتير. ده انا شايف فيها محاضرات. انا شايف فيها محاضرات من هنا والله. هنعمل لكم اكتر من كده والله. الواد محمد هاني، محمد هاني وكوكا، انا تعبت مع انتوا كويسين ولا وحشين؟ بس تكسبنا، ده اللي اعرفه. ديانج امبارح قلب على اليوم ميسي في حته كده في النص، دلع النونه عشان ما تبقاش حارمهم من اي حاجه. امال ده كله وانا عندي امام وزيزو وجراداشار وسام مشي وبلع، ولعبت 5 ماتشات في الدوري، كل مباراه فيهم كل ماتش فيهم لاعب بسردباكين مختلفين. امال لو انا بقى عندي استقرار دي شوف محمود عبد الحكيم قال لك كلمه، قال لك لو الاهلي فاق الدوري كله هيزعل، مصر كلها هتزعل. وحرفيا الاهلي لو فاق مصر كلها هتزعل. دايما كنت بلوم على الولد بن شرقي انه ما بقاش دور الدفاعي. امبارح بن شرقي لولا الهدف اللي هو شاله كان زمان الوضع يعني الدنيا كلها مختلفه. بس ارجع واقول الاهلي بيعملوا ده عيب. عيب بتعملوه في الناس كده، تعشموهم وتدوهم الامل وترجعوا تاخدوه منهم من جمهورهم وتعيطوا العيال كده في المدرجات. ما يصحش وعيب. عيب يا جدعان، مش كده. دول اخواتنا برضو، الناس معانا برضو عايشين على الكوكب. في ايه يا جدعان؟ هو هيفضل الاهلي يدوس على وشكم كده لغايه امتى؟ الشوط الاول 10 دقايق في الاول كده اتفضلوا الناس الكره انا قلت خلاص هي راحت. بس برضه الاهلي ولاعيبه الاهلي بيعلمنا ان مهما تعول عليه في ماتشات كبيره وماتشات فاصله في الموسم مش ممكن يغزلك ابدا، عكس ناس تانية دايما فرقهم بتغزلهم. احنا هنركب الدوري وهنركبكم على الدوري وهنركب اي حد يجي في طريقنا. واعرف وتعلم ان ده الاهلي سواء شئت ام ابيت انت ولا غيرك. ده الاهلي اللي كبير عليك، وده الاهلي دايما بيكسب ودايما موجود، والاهلي بمن حضر. شوف امبارح حسين الشحات رفع التيشيرت بتاع تريزيجيه، زيزو منزل لك قصير بس نينجا. امام بيقول لك الاهلي بمن حضر.
والاهلي كبير وكبير عليك وانت عارف كده كويس ومجرب. ما تعيش الوهم. اصل أنا مش هقول لك ده حلم، ده كابوس. كابوس انت المفروض اتعلمت منه، ده كابوس طبع على نفسك. وجود الاهلي ده كابوس طبع على نفسكم. هيفضل اهلي كده، وهيفضل اهلي يعشمك، وهيفضل اهلي ياخد الدوري، وهيفضل اهلي يديك الامل تفرح بيه. يقول لك بس يا بابا، بس يا حبيبي، كيف يا حبيبي، ما يصحش كده. هات يا حبيبي اللاعب، هات الدوري ده كده، يلا حبيبي يلعب بعيد. الدوري ده دوري الاهلي، والماتشات دي هي ماتشات الاهلي، وكسبناكوا زي ما كسبناكوا قبل كده، وهنفضل نكسب فيكوا بعد كده، والاخر العمر هنفضل نكسبكوا. مفيش حاجه هتتقال، مفيش حاجه تتعاد. هيكون لنا فيديو تفصيلي بقى عن المباراه، بس دي حاجات كده عشان المباراه لسه خالصه، وكنا حابين نحتفل مع الناس. ومبروك الفوز الاهلي على الزمالك 2-1، وهتعيشوا وتموتوا وانتوا بتخسروا من نادي الاهلي. سلام.